اليوم صبحة الشتاء ما نسقطوش، يلا قطو الزيتون. هنعزلوه الزيتون اللي جبناه البارح هنعزلوه اليوم ان شاء الله يا ربي. من هذا الزيتون بالماء. مضبوطة. وهذا الزيتون بالمنتع. المنتع عندي هو هذا، وغنوريكم كيفاش غندقوه وغنصفيو عليه ونتقلو عليه ان شاء الله حتى يحلى. ما عندناش شي نهار يضيع نهائيا. الا ما سقطنا غنقيو الزيتون، الا ما نقينا الزيتون غنعملو غنغولي الزيتون في الفرن وغندقوه وغنعصروه بيدينا، يعني كما كيقولوا زيت علوانه ولا الزيت المحروقه، كل واحد شنو كيسميها. والزيتون خاصو الصبر اخوتي اكثر من العاده، صراحه الله هي هذه. اليوم غنشوفوا واش يقدر يجي عندنا من الطوموبيل باش نطحنوا البركه ديالنا ان شاء الله. وبالنسبه لها الزيتون الاخراني تبارك الله اللهم بارك كيعطي الخير، كيعطي حتى 25 يطرو للقنطار، يعني شي عدد قليل ما كيعطيش. حيت دابا في الاخر كلشي طاب، يعني طاب تبارك الله وبان وتمار الزيت. الزيتون كيعطي العدد ديال الزيت. بالنسبه لي انا خوتي طحنت شي بركه عطاتني 20 للقنطار، يعني الخير تبارك الله. المهم الزيتون ديالنا هو هذا تبارك الله. لقينا البارح الزيتون غزال مع كبدات الشتا خوتي. عرفتي الشتا البارح جات ولا كما كتشاهدوا راه باقي بالعواد. المهم دابا كنعزل منه الزيتون كحل والزيتون بيض على حساب الزيتون ديال الختير اللي كيكون غليظ كامل كنختروه.